هنا الهيئة القومية عند الكتاب اشتراكية الإسلام، وسيدنا الشيخ البقوري عليه رحمة الله اتكلم في اشتراكية الإسلام. فبيقول إن الفلسفة الفرق ولهذا مجود عليه رحمة الله سكت. ما أنا قال له الاشتراكية من الإسلام ولا الإسلام من الاشتراكية؟ هو راجل بتاع لغة، سكت ما جاوبش. لأن لو قلت له الاشتراكية من الإسلام، طب ما نروح للإسلام اللي فيه الاشتراكية. يعني لازم تقول الأصل واللازم. الاشتراكية حلوة والاشتراكية من الإسلام، يبقى نروح للأصل. إنما لو قال الإسلام من الاشتراكية يبقى كفر، انتهينا. يلا. فبيقول دينو في بيقول تيني اللي عنه بيقول: وبهذا أوضح دينو ما يتحتم أن يتوصل إليه كل طالب يختص في دراسة هذا الموضوع. ومن أوضح الأمثلة على هذه الحقيقة هو موسى هيس الحاخام الشيوعي. ما كانوا عايزين يعملوها عندنا هنا. الشيخ الشيوعي نجحوا في بعض الشخصيات الرخيصة، منها الواد ميزو الرقيع ده، ساقط إعدادية، إعداد لازر، وجايبين له عمة وشيخ شيوعي. وقبله منه كان اسمه العاصي، مش عارف ايه العاصي، كانوا ملبسونه عمة برضه. كانوا عايزين يبقى اللي هم نجحوا في عملوا الحاخام الشيوعي اللي هو موسى هيس. وده كله توصل، حاولوا ان هو يعملوا الشيخ الشيوعي، نجحوا في بعض المشايخ بس بقى خلوها للاشتراكي. بيقول موسى هيس الحاخام الشيوعي. فبيقول وصهيون اللي هو موسى هيس الجمعية الاشتراكية اليهودية، يعني أسس جمعية اسمها الجمعية الاشتراكية اليهودية. والكلام ده في الفصل السابع بتاع دينو. فبيقول بقى السياسي الماهر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جاك تيني يقول إن للفلسفة الماركسية والفلسفة الصهيونية أصل واحد، فكلاهما أداة لهدم الدين. لم يوجد عندنا من جهر بذلك إلا القلة منهم الدكتور محمد البهي عليه رحمة الله. البهي أرقر، مش البهي الخوري، البهي أرقر. ويا ريتكم تجيبوا كتابه حياتي في الأزهر وتقرأوا بالذات صفحة 75 في فلسفة المجلس الأعلى فبيقول كلاهما اللي هي الفلسفة الماركسية والفلسفة الصهيونية أصل واحد، فكلاهما أداة لهدم الدين. وإزميل، عارف الإزميل اللي هي اللي بتسموها الأجنة؟ وإزميل لتفريق الشعوب وتشتيت مواطنيها. ما هاتوا أي واحد يتكلم في الناصرية ولا يتكلم في العلمانية ولا يتكلم في البعثية، شوف عمل إيه في مواطنيه. من أول صدام محافظ الأسد، والواد ده اللي اسمه إيه القذافي اللي قال عليه السادات الله يرحمه مجنون ليبيا. كل من تبنى الاشتراكية، ومنها بقى البعثية والعلمانية والملوخية، في الكتاب الأخضر ما هو الملوخية. بيقول والماركسية فلسفة ملحدة هدفها مسخ الإنسانية إلى وحش فظيع. يبقى الغرض منها الإنسانية تبقى وحش فظيع، سواء بقى تكون أمريكي، تكون روسي، تكون إيطالي، تكون يوناني، المهم تبقى وحش فظيع.
وحش فظيع. وده اللي خلى، وده اللي دعا اليه حزقيال، ولا اسمه ال ال اسمه ايه ده، سفر حزقيال، اللي قال فيه نتنياهو نروح لسفر حزقيال. هقول لكم بقى حزقيال، وجبت لكم الكتاب قبل كده العهد القديم وقريت لكم منه، انما هنقل لكم النصوص حزقيال من بصر وبصيرة تيني هذا. فبيقول الماركسية فلسفة ملحدة هدفها مسخ الإنسانية إلى وحش فظيع. هل هناك ما هو أفظع من أن يأتي بالأطفال ويغميها ويهتك عرضها ثم يذبحها ويشوي لحمها أو يطبخ لحمها، ويطلع اللعين ابن الملعونة ابن اللعينة اللي هنا، اللي كان مدير المواني، بيكلم، بيقول له انا بعت لك فيديو، بيقول له انا مبسوط جدا من شريط التعذيب اللي انت بعته لي. دي غايه ايه؟ غايه الصهيونيه، ان غايتها مسخ الانسانيه الى وحش فظيع. بيقول جاك تيني، بيقول وهي عقيده كره وعنف وسفك دماء، وما صيحه الاخوه والمساواه. اي شعار المساواة الأخوة، الصيحات دي ما هي إلا شعارات خادعة وزائفة تؤدي إلى الحقد الطبقي والعبودية. وحيثما صارت الشيوعية نجد الأخ يكره أخاه، ونجد في طريقها جبالا من القتلى وأنهارا من الدماء. وهي عندما تبشر بالعالمية فإنما تهدف إلى إطفاء جذوة الروح الوطنية لكي لا يقاوم ضحاياها الغزو. بيقول وليس المجتمع الخالي من الطبقات، اللي هي الغاية المعلنة للاشتراكية الكاذبة، انه المجتمع يكون خالي من الطبقات. شوف رئيس لجنة تقصي الحقائق جاك تيني، عضو مجلس الشيوخ الامريكي، بيقول ايه؟ وليس المجتمع الخالي من الطبقات الذي تدعو اليه الاشتراكية الا عالما من العبيد والاسياد. عالم من العبيد والأسياد. أن في متغمر كان في طابونة، كنت تاني بدي درس وأنا طالب في كلية أصول الدين، كنت بدي درس في مسجد الشيخ يونس. كان رئيس الوحدة الاتحاد الاشتراكي في متغمر اسمه الحاج عبد الهادي السعداني. طبعا ما كنتش يعني، كان بيجيب الشباب وهو بتاع طابونه ويلعبهم، واللي يغلب يجيبوا شقتين عيش ويبعت يجيب جبنه وكان رئيس وحده الاتحاد الاشتراكي، ومعاه واحده ماتت اسمها الاخرس ولا. الغرض والله يا اخوان، في 6 اكتوبر 73 انا تاني يوم، كان هي يوم الاثنين، يوم الثلاث كان عندي درس في هذا المسجد عادي وبتكلم في الشهاده، راح على طول مبلغ لو أغف ان انا بقول ان المعركه دي مش معركه وطنيه، دي معركه فئويه، دي حاجه. الغرض ما كانش التسجيل بقى، كان في ميكروفون، طلبت الشهود، والله العظيم جاب 2 جايين والله العظيم بالملاي اسمها الفوطه بتاع العجين الدقيق عليه، والله عجانين، 2 عجانين دول الشهود شغالين عنده، وهو اللي بيلقنهم قدام الشيخ، كان اسمه الشيخ رئيس النيابه سماه الشيخ حنطور. هو مش كان بيقول دي ان
معركه ما هيش معركه شرف دي والله العظيم هو يقول كده يعني. فكان وكيل النيابه ال- الغرض. فهقول ايه، طابونجي كان رئيس الوحده بتاع الاتحاد الاشتراكي، وكان معاه واحد اسمه محمد الاسود، الوكيل بتاعه كان جزمجي. زمان قبل ما تنتشر معارض الجزم كان يقول لك مش عارف ايه، شدها تطلع نعلين. كانت بالابرتين دول، بالمغرزين والنعل كان جزمجي. وكان المنظر الشيوعي بتاعهم ده غير عطيه الصرفي بقى، ده كان كمساري. وده كان لقى له كل ليله عند في الصاغه كده القعده بقى كان زوج اختي فاتح ورشه تجليد يعني، فبيصل فده يقعد بقى في التاني مبسوط انه بيلم الايه الزباين، ويقعد يكلمهم بقى في حتميه الحل الاشتراكي. ده كان المنظر الشيوعي بتاع المنطقه، كان كمساد. ده انضاف الاستاذ الحاج عبد الهادي، اسمها ايه، نعسه، كانت ست محترمه وتمشي في الليل، ما اتجوزتش، كانت رهبانيه الاشتراكيه. والله كانت ما لابسه البتاع زي القفطان كده ابيض وتحت منه بتاع كده يعني، وبتنزل والله العظيم في سبيل تقول احنا عايزينكم تقفوا على ارض صلبه، والشباب بقى ايوه يا حاج، وبالكف اي والله العظيم، والله العظيم بعينيا هي زي كنت في تانية كلية كان معايا الشيخ عبد الرؤوف الله يرحمه زميلي. الغرض يبقى اذا كلمة المجتمع الخالي من الطبقات اللي بيسعوا عليها دي، ده يدعو ليس إلا عالما من العبيد والأسياد. يعني الأسياد اللي هو محمود السيد كان رئيس ومصطفى الدرش ولا الدش كان الوكيل. والله العظيم كانوا يذكروا الاسمين دول، كانوا يذكروا. وده محمود السيد كان في ما كان مجلس النواب، والله الذي لا إله غيره. كان المكتب بتاعه قصر اسمه قصر داوود باشا، من القصور اللي اتأممت. تخش بقى تلاقي الطابونجي كل واحد قاعد في هيلمان كده، وجامع الطلبه وجامع وأسد ودكاتره خدوا الدكتوراه. والله ما رجعوا كلها، اذا قلته هيتعرف اسمه دلوقتي. والله العظيم المراجع بتاعته مجله الحوادث، مجله الحوادث اللبنانيه كانت من الارض للسقف كده. هيتعرف دلوقتي. الاسياد اللي دول الخيوط اللي بتلعبهم، كان اسمه ايه ده، انور السادات كان رئيس الحزب الطليعي او الغرض. ف بيقول السيد العضو، يقول لقد كان الصهاينه من ابرز قاده الحركه البلشفيه والثوره الشيوعيه في روسيا، وظلت الحركة الصهيونية تعول الكثير على موسكو. يعني انت عارف موسكو تعالى عاملين بقى بالظبط زي انت عارف الاثنين الحرامية اللي في اسمهم ايه ده، في ميدان رمسيس ولا عند الاسعاف، يخشوا في الراجل ده جاي وخارج من البنك والسدير مليان ولا بايع القط، يخشوا في بعض والراجل يحجز. هم دي الشيوعية الصهاينة يشتموا في الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، ويترموا في حضان امريكا علشان امريكا تثق فيهم، وهم اللي بيمولوا وتدي لهم، وهم بيدوا شغل. فبيقول كان اليهود المهاجرون من روسيا للولايات المتحدة هم اول من بشروا بالماركسية هناك، ولم تتبدل العلاقات الروسية الصهيونية الا بعد ان اتخذت اسرائيل خطا واتجاها حاسما في تحالفها مع الولايات المتحدة. عايز اقول ايه من الكلام ده؟ اما اقول
عايز أقول إن هذا المخطط، هذه الجرائم،